موضوع الندوة هو البيئة، وطبعا من منظور حقوقي. كأن البيئة هي من أهم المواضع التي باتت تؤرق المنتظم الدولي نظرا للتغيرات المناخية غير مسبوقة على كوكبنا الأرض. هناك ارتفاع مستمر لدرجة الحرارة، هناك زيادة في حجم الأمطار بسبب ارتفاع الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري التي تسببها الغازات المنبعثة في الغلاف الجوي. هناك أيضا اضطراب التوزيع الزماني والمكاني للأمطار، فالمناطق التي كانت تعرف جفافا أصبحت تعرف أمطار، والمناطق التي كانت رطبة تحولت إلى مناطق مقفرة فيها صحراء وفيها ندرة للأمطار. وطبعا هذه التحولات المناخية وهذه التقلبات لها أثر مباشر على الحقوق الأساسية للإنسان، خاصة الحق في الغذاء والماء والحق في الحياة، خاصة بالنسبة للعديد من الدول الجزرية التي أصبحت مهددة بالاختفاء من على سطح الأرض. في هذا السياق انعقدت قمة باريس كوب 21 في باريس، وتعتبر هذه القمة في نظر المتتبعين والمناضلين من أجل القضية البيئية منعطفا في تاريخ الوعي البيئي، نظرا لالتزام الدول الصناعية لأول مرة في التاريخ بالتعويض المادي عن الآثار التي تسببت فيها على مستوى المناخ العالمي. فالتزمت هذه الدول الصناعية بتقليص انبعاثات الغاز إلى أقل من درجتين حراريتين عن طريق اللجوء إلى الطاقات المتجددة وعن طريق تغيير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية. في هذا السياق وعلى المستوى الوطني تجري استعدادات لقمة كوب 22 كوب 22، وهو امتداد لقمة كوب 21، وستخصص لأجراءات ما تم التوصل إليه في قمة كوب 21. قبل أن أدخل في موضوع الحق في البيئة، أولا لابد أن أعرف في عجالة بمفهوم البيئة وعناصرها، وهنا أركز على البيئة الطبيعية لأن هناك بيئة ثقافية، بيئة سياسية، أركز على البيئة الطبيعية وهي المقصودة في الندوة، وهي تعرف بأنها جميع الكائنات الحية والعناصر غير الحية التي توجد على كوكب الأرض بشكل طبيعي. فيها وحدات بيئية كاملة تعمل كأنظمة طبيعية دون تدخل بشري، ولها حدود جغرافية واضحة مثل النباتات والحيوانات والصخور والأشجار. ثم هناك موارد طبيعية عالمية وظواهر فيزيائية لا دخل الإنسان دائما فيها، وليست لها حدود واضحة المعالم مثل الهواء والماء والإشعاع. عناصرها هناك الهواء، والذي يتكون من مختلف الغازات التي تشكل الغلاف الغازي، وطبعا هذا المكون حيوي بالنسبة للإنسان لا يمكنه أن يعيش بدونه. هناك أيضا المياه العذبة التي تشكل 3% من مياه الأرض، وهي أيضا أساسية بالنسبة للإنسان، وأي تلوث فيها أو ندرة فيها تؤثر على الحقوق الأساسية للإنسان المعترف بها، وهي الحق في الحياة، الحق في الصحة، والحق في العيش الكريم. هناك البحر وهناك التربة، ما يتعلق بالزراعة والحياة الإنسانية والحيوانية بصفة عامة. الحديث عن الاعتراف بالحق في البيئة السليمة جاء بعد صراع طويل جدا بين الحركات المدافعة عن البيئة وما يسمى بالخضر، وبين الشركات المتعددة الجنسيات التي كانت مهووسة دائما برفع الإنتاج والزيادة في الأرباح ومعدلات النمو، وكانت ترفض
بشكل قاطع أي حديث عن الحق في البيئة السليمة. يمكن القول أن الدين الإسلامي هو أول من دعا إلى هذا الحق من خلال نصوص القرآن الكريم والكثيرة. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هناك على صعيد السنة هناك أحاديث كثيرة منها الحديث الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي رضي الله عنه سعد عن التبذير أو الإسراف في الوضوء، وقال له: ولو كنت على نهر لا يجب أن تسرف في استعمال الماء. هناك حديث نبوي الشريف يقول أيضا بأن الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلى والنار، وهذه موارد طبيعية. إذا بدأ يتبلور الوعي الحقوقي، ويعتبر مؤتمر ستوكهولم الذي انعقد سنة 1972 يعتبر البداية الفعلية لعولمة التفكير البيئي، وبداية وعي الجماعة بأهمية البيئة، وبداية الإدراك العالمي لآثار الأنشطة الصناعية على التقلبات المناخية. في ظل هذه الأجواء كان هناك اعتقاد يرفض الربط بين الأنشطة السوسيو-اقتصادية وبين التقلبات المناخية، وكان هناك تيار يعتقد بأن التقلبات المناخية راجعة إلى الطبيعة أو إلى الغضب الإلهي. ولكن في مؤتمر ستوكهولم بدأ يترسخ مفهوم مسؤولية الإنسان على هذه التغيرات المناخية. ثم سيأتي مؤتمر ريو دي جانيرو الذي انعقد سنة 1992 وجاء بمفهوم التنمية المستدامة بعناصرها الثلاث، وهو الاقتصاد، المسؤولية الاقتصادية، المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية. التنمية من أجل تلبية الحاجات الحالية، ولكن دون الإضرار بحاجات الأجيال المقبلة وبدون إضرار بالبيئة. بعد ذلك جاءت عدد من الاتفاقات الإقليمية والتي اعترفت بالحق في البيئة السليمة، ومنها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقات الإقليمية. ثم ما لبثت الدول أن سارعت إلى تضمين دساتيرها الحق في البيئة السليمة كإحدى الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان. إذا بعد الجانب الدولي، بعد تبلور مفهوم الحق في البيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الدولي، سننتقل إلى تبلور هذا المفهوم على الصعيد الوطني. رغم أن المغرب يتوفر على تشريعات مهتمة بالبيئة منذ بداية القرن العشرين، ونذكر منها ظهير 25 غوش 1914 المتعلق بتنظيم المؤسسات المضرة والمزعجة والخطيرة، وظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها. رغم ذلك، رغم وجود اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف دخل فيها المغرب، إلا أن مفهوم الحق في البيئة السليمة لم يظهر في المغرب إلا سنة 1992 بعد قمة ريو دي جانيرو وإصدار قانونين، مثلا 10/99 المتعلق بالماء، والقانون 11/03 المتعلق بحماية البيئة، وترسانة كبيرة بعد ذلك من القوانين حول البيئة. ثم نأتي إلى مرحلة السمو بهذا الحق إلى مستوى الدسترة، وتمت دسترته في الدستور 2011 في الفصل 31 الذي نص على عدد من الحقوق، منها الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة، والحق في التنمية المستدامة، والحق في السكن اللائق. ثم اعترف الدستور أيضا في ديباجته، وفي الفصل 12 اعترف بدور جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، خاصة ومن ضمنها السياسات البيئية. الورقة على التبلور الدولي، تبلور هذا الحق على الساحة الدولية وعلى الساحة الوطنية. سننتقل إلى الحق في البيئة على صعيد مدينتنا القصيبة. رغم هذه الاستراتيجيات والمخططات
ورغم الترسانة القانونية للأسف الشديد وهذا اعتراف المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالبيئة، هناك تدهور مستمر للموارد البيئية والتنوع البيولوجي وطنيا وجهويا ومحليا. وهنا تطرح عدة تساؤلات. لماذا بعد كل هذا الاعتراف القانوني وبعد كل هذه الاستراتيجيات والمخططات هناك تدهور مستمر؟ سأحاول أن نركز على مدينة قصيرة وعن طريق ملامسة أثر التحولات المناخية والتدهور البيئي على صعيد الغابات وارتباطها بالتربة. هناك تدهور مستمر للغابات في القصيرة والجماعات المحيطة بها، وهذا راجع بالطبع إلى القطع، إلى الرعي، إلى التوسع السكاني، وأيضا إلى المقاربة الزجرية. فمثلا عملت في عدة مناطق مجاورة للغابات في شقوندا وفي أفليفران، واستنتجت أن عددا كبيرا من الناس لديهم غرامات ثقيلة، ولكن مع ذلك مجبرون على اللجوء إلى الغابة من أجل كسب قوت يومهم وقوت أبنائهم. وهنا يطرح السؤال: هل المقاربة الزجرية وحدها كافية لحماية الغابة والموارد الطبيعية؟ هل تم احترام حق المشاركة في إعداد السياسات البيئية؟ هل تم إشراك هؤلاء السكان مثلا في زرع، هذا المفهوم إذا صح، الخنزير البري في هذه المناطق الذي قضى على مختلف الزراعات التي كان يعيش منها الاقتصاد اللي يقسمه هو السياحة الجبلية، سياحة القنص، السياحة الثقافية. وعندما نتحدث عن السياحة الجبلية والسياحة الثقافية لابد من تشجيع الصناعة التقليدية، لابد من تشجيع والحفاظ على النباتات العطرية للمدينة، لابد من الاتجاه نحو طاقات متجددة للحفاظ على الغابة، لأن المفهوم هو أن الساكنة التي تعيش بالقرب من الغابة لها حقوق على الغابة. فصحيح أن الدولة هي التي تمتلك الحق في الغابة، حق الملكية في الغابة، ولكن هذا الحق مثقل بموجب الظاهرة 1917 بحق الانتفاع الغابوي، وبالتالي لابد أن تستهدف هذه الساكنة مشاريع التنمية المستدامة وبالطاقات المتجددة للحفاظ على الغابة وتثمينها. ولا بد أيضا بالتحسيس وخاصة عن طريق مختلف المؤسسات والجمعيات والمؤسسات التعليمية لتثمين الموارد الطبيعية والتراث الثقافي.